عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سمسمة من أكلة وصفة مع سمسمة. ومن النهاردة خلاص تسبيكة المحشي مش هتبقى صعبة على البنات المبتدئة وهتبقى سهلة بالنسبة لنا. هتعمليها على طول، بس كملي الفيديو للآخر وما تنسيش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. تعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نجيب 4-5 بصلات كبار كده ونقطعهم في الكبة زي ما انتم شايفين كده، بس تابعي معايا التقطيعة اللي احنا عايزين نوصل لها للبصل، لان البصل ليه تقطيعة معينة عشان يديني الطعم والريحة واللون اللي انت عايزاه. كده انا خلاص هي دي التقطيعه. انا ما بفرمهوش قوي، انا بديله بس 2-3 كده بحيث ان اكني مقطعه، يعني مش فرمه. ابدا بقى احط الزيت بتاعي في الحله، وفي ناس بتحط ليا، بس انا ما بحبوش تقيل قوي كده. احنا بنحط زيت ذره واحط بقى البصله اللي احنا قطعناها. بصوا التقطيعه هي دي التقطيعه اللي انا بقول لكم عليها يا بنات. نبدا بقى نقلب كده، هنوصل طبعا للون معين برضو هوريهولكم في الفيديو عشان برضو يديني اللون اللي احنا عايزينه مع بعض. نبدأ نقلب كده. كده اللون بتاعي بدأ يغير زي ما انتم ما شايفين. لون البصل بتاعي بدأ اهو يخش في اللون اللي انا قربت ان احنا نوصل له. هنبدأ برضو نقلب. وكده انا وصلت للون اللي انا عايزاه للبصله. هو كده مش مصفر قوي، يعني انا كده مديني لون ذهبي حلو عشان يديني لون للتسبيكه حلو. تمام كده. هبدا بقى انزل بعصير الطماطم بتاعي. ببقى عامله في حدود 1.5 كيلو من الطماطم، او يعني شفشق كبير من الطماطم اهو. ابدا احط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل، وبحط قرفه وبابريكا، جنزبيل، وعندي رشة النعناع. دي مهمة جدا يا جماعة، بتدي ريحة للتسبيكة غير طبيعية، بجد بجد حلوة قوي اهو. هنبدأ بقى. بصوا اللون بتاعي بدأت تتسبك. طبعا انت بتسيبيها تغلي غلوة وبعد كده بتوطي عليها. بصوا بقى كده، بصوا المنظر عامل ازاي، واللون والريحة مع التوابل بتاعتها خطيرة خطيرة بجد. هكون بقى مقطعة نص الخضرة بتاعتي اللي بحطها على المحشي، باخد النص منها واحطه على التسبيكة بتاعتي، لان النص التاني طبعا بنحطه على الرز. وابدا اقلبه بعد ما خلاص هي كده خلاص دخلت في ان هي خلاص اتسبكت. هحط الخضره بتاعتي وخلاص كده واقلبها تقلبتين واقفل عليها. وده الشكل النهائي. انا نفسي فعلا تيجوا تشموا الريحه وتشوفوا اللون ده. هو الكاميرا كمان ظالمه اللون على فكره. اللون فعلا فعلا جميل. بتحطيها طبعا على الرز بتاعك. بتحطي برضو على الرز رشة من النعناع عشان برضو تديني ريحة حلوة للرز بتاعك. وتبدأي بقى تحطي التسبيكة بتاعتك، تبدأي بقى تحشي المحشي بتاعك. كده انا وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.